بطلنا ده ساحر من غير عصاية سحرية، ايده بتسبق رمشة عينك ودماغه عبارة عن رادار بيلقط الضحية قبل ما ينطق بكلمة. نيكي مش مجرد حرامي، ده بروفيسور في فن الثبات، بيمشي وسط الناس يسحب الكحل من العين والضحية واقف يتفرج ويضحك له ممنون كمان. راجل وارث الصنعة أبا عن جدا وعارف ان التركيز هو المفتاح اللي بيفتح اي خزنة مهما كانت حصينة. لو قدرت تخلي اللي قدامك يركز في ايدك اليمين تقدر تفتش جيوبه بايدك الشمال وتسرق حياته كلها وهو مش حاسس. وهنا بيظهر ابو طه اللي هو انا يعني، ودي صفحتي على الفيس، وما تنسوش تبعتولي وتطمنوني عليكم وتقولوا لي ازيك يا ابو طه عامل ايه وكده يعني. المهم فيلمنا بيبتدي في نيويورك والجو تلج والناس ماشيه مكلبشه في قلب هدومها، بس بطلنا نيكي قاعد في بار شيك وعينه زي الرادار. فجاه بتهل عليه جس دي حته بنت زي القشطه وبتحاول تعمل عليه نمره نص كم، بتمثل انها معجبه بيه وبتسحبه للاوضه. وفجاه يدخل جوزها المزعوم بمسدس عشان يثبته. نيكي ببرود اعصاب بيدرس، فضل يضحك وقال لهم يا اولاد التمثيليه دي قديمه قوي والمسدس دوت مش متعمر اساسا ومفيش فيه طلق، وبدل ما تضيعوا وقتي روحوا اتعلموا ازاي تثبتوا الزبون صح. ومن هنا جيس انبهرت بالثبات الانفعالي بتاع نيكي وحست انها قدام اسطوره بتاع اللعبه، فطلبت منه ان هو يدخلها معاها في قلب الفريق بتاعه ويعلمها اصول الصنعه ويشتغلوا سوا مع بعض. نيكي خد جيس معاه في اول العمليه ديت كانت في مهرجانات، يعني الوقت اللي الناس فيه بتبقى سايحه على بعضهم وفلوسها في ايديها والزحمه مغطيه على كل حاجه. ونيكي هناك بنكتشف ان هو معاه جيش من النشالين، كل واحد ليه دور مرسوم بالملي، اللي يزق واللي يشغل واللي يسحب المحفظه واللي يسحب الساعه في لمحه بصر. نيكي بدا يعلم جيس القاعده الذهبيه اللي هي التركيز. لو قدرت تخلي الضحيه يركز في حاجه تافهه تقدر تسرق منه كل حاجه وهو مش حاسس. جيس بدات تشرب الصنعه وبقوا مع بعض فريق نار بيلموا في الليله الواحده الاف الدولارات من غير ما حد يحس بيهم. نيكي كان بيعلمها ان المشاعر هي العدو الاول للنصاب، اللي بيحب يتثبت بياخد على قفاه، والشراره بدات تولع بينهم. بس نيكي كان عارف ان اللعب بالنار بيحرق. وفجاه نيكي قرر يرفع الرهان ويدخل في الغميق بجد. راحوا يحضروا ماتش كوره كبير وهناك نيكي لمح ليوان ده يا جماعه ملياردير صيني بيلعب بالفلوس لعب ومشهور انه مقامر ملوش كتالوج. نيكي بدأ يجر الرجل الصيني دوت برهانات صغيرة تافهة، مين هيشوط الكرة ومين هيقع الأول، لحد ما المزاد فتح والرهانات وسعت وبقت بالآلاف. نيكي بدأ يمثل إنه بيخسر ومنهار والتوتر بان على وشه، وجيس واقفة جنبه بتموت من الرعب وبتقول له يا نيكي كفاية، إحنا هنخسر كل شقة العمر. الملياردير الصيني شم ريحة الدم وصدق إن نيكي استوى. وهنا نيكي رمى الطعم الأخير وقال أنا هراهن بكل الفلوس اللي معايا ضد كل اللي معاك إنك تختار أي لاعب من المية اللي في الملعب وجيس هي اللي هتقول هو مين. جيس كانت هتتجنن، ازاي يا نيكي انا ما اعرفش حد هنا. بس نيكي بص لها بتركيز مرعب وقال لها اختار يا جيس، ركزي في اللي شفتيه طول اليوم. الملياردير اختار لاعب بمرارة شديدة والجيس كانت بتبص للملعب وهي بترتعش، وفجأة عينيها لقطت رقم 55، الرقم اللي نيكي كان زرعه في عقل الملياردير طول اليوم من غير ما يحس. نيكي خلاه يشوف رقم 55 في كل حتة في الفندق، في الاسانسير، وحتى في الاغاني اللي بتشتغل حواليه، لحد ما عقله الباطن اختار عمياني. نيكي قش الطاولة وخد الملايين وصدم الملياردير وصدم جيس نفسها اللي اكتشفت انها كانت مجرد قطعة شطرنج في ايد المعلم. وبعد ما كسب والمكسب دخل جيبه نيكي عمل اغرب حركة، ساب جيس في نص الطريق ومشي بشنطة الفلوس، سابها وهي مكسورة عشان يطبق القاعدة بتاعته النصاب ملوش قلب. وبطلنا ساب جيس في نص الطريق والدموع في عينيها وخد الملايين ومشي وهو فاكر انه كده طبق القاعدة بتاعته وحمى نفسه من فخ المشاعر. بس الغميق ما بيسيبش حد في حاله، والوجع اللي سابه في قلبها رجع سكن في قلبه هو كمان، وعاش 3 سنين تايه في ملكوت الله بيحاول يقنع نفسه ان النصاب الشاطر لازم يعيش وحيد ويموت وحيد. وبعد 3 سنين الدنيا لفت ونيكي ظهر في الارجنتين مرة تانية، بس المرة دي اللعبة مش نشر، دي عملية تكنولوجيا بمليارات الدولارات. نيكي شغال مع واحد من تقال عالم سباقات السيارات، ملياردير اسمه جاريجا، ومهمته انه يبيع سيستم مضروب ومزيف للفريق المنافس عشان يوقعهم في السباق الكبير ويخسرهم كل حاجة. نيكي كان فاكر انه مسيطر على الموقف وبيرسم الخطة بالملي لحد ما دخلت جس القاعة في حفلة الملياردير وهي لابسة فستان يثبت الرادار. والمصيبة الكبيرة انها بقت حبيبة الملياردير جاريجا نفسه. نيكي في اللحظة دي اتثبت فعليا، النصاب اللي ملوش قلب لقى قلبه بيدق زي الطبلة وعرف ان وجود جس في المكان دوت هو النصبة الحقيقية اللي مش عامل حسابها. جس بصت لنيكي نظرة تجمد الدم
دم في العروق وكأنها بتقول له الدور جه عليا عشان انا اللي اكسر عينك زي ما كسرت قلبي. نيكي بدأ يفقد تركيزه وبدأ يغلط غلطات هاوي، وده اللي خلى جريجة يشك فيه وفي كل حركة بيعملها. نيكي كان بيحاول يسرق الفلاشة الأصلية اللي فيها أسرار الملياردير، وفي نفس الوقت بيحاول يرجع جس لصفه ويفهمها ان هو لسه بيحبها. وفي ليلة من ليالي الأرجنتين المشرشرة نيكي وجس اتقابلوا في السر والقديم كله طلع على الوش. نيكي اعترف لها انه سابها زمان عشان يحميها من عالم النصب اللي ملوش امان، بس جس كانت بروفيسورة دلوقتي وعارفة ان الكلام ده ما بيأكلش عيش، والوعود في عالمهم زي الكتابة على المية. اللعبة اتعقدت لما جريجة ورجالته كشفوا نيكي وهو بيسحب البيانات من الفلاشة، وتحول الجو من شياكة ورهانات لدم واستجواب. جريجة ما كانش بيهزر، مسك نيكي وجس وحطهم في اوضه الاستجواب والمسدسات كانت على راسه. الملياردير كان عايز يعرف نيكي شغال لحساب مين ومين اللي وزه يسرقه، وبدأ يضغط على نيكي بجس وهدده انه يخلص عليها قدام عينه لو ما نطقش. نيكي في اللحظة دي لقى نفسه قدام اختيار مستحيل، يا يكمل في التمثيلية ويحاول يهرب بجلده او يعترف بكل حاجة ويخسر حياته عشان خاطر البنت اللي ضيعها من ايده زمان. والغميق زاد لما نيكي بدأ ينهار ويصرخ انه عمل كده عشان جس ملهاش ذنب، بس الحقيقة كانت لسه مستخبية تحت 100 طبقة. نيكي وجس بقوا في عرين الأسد، والهروب المرة دي مش محتاج خفة يد، ده محتاج معجزة أو نصبة ما خرجتش المية قبل كده. جريجة كان قايد نار ونيكي كان بيحاول يلعب بآخر ورقة في إيده وهو بيرتعش، مش عشان خايف على نفسه لكن عشان خايف على جس المرة دي الرهان، إنه لو خسر مش هيقوم له قومة تاني. والجو في أوضة الاستجواب بقى أتقل من الرصاص، وجريجة الملياردير الأرجنتيني بقت عينه بتطلع شرار والمسدس اللي في ايده ما بيتهزش. نيكي كان مربوط وجس جنبه بترتعش، واللحظة دي ما كانش ينفع فيها خفة يد ولا سرقة محفظة. المرة دي الرهان كان الروح. نيكي حاول يلعب بكلماته الأخيرة وبدأ يشتت جريجة، بس الملياردير ما كانش زبون سهل، كان حوت وعارف ان نيكي ثعلب وممكن يبيعه ويشتريه وهو واقف. وفجأة الباب خبط ودخل راجل عجوز بملامح حادة وكأن الزمن نحت في وشه تاريخ النصب كله. الراجل دوت هو ابو نيكي. نيكي اتصدم، ما كانش متخيل ان ابوه اللي علمه اصول الصنعه يكون هو اللي ماسك خيوط اللعبه من ورا الستاره. جريجة كان فاكر ان الاب جاي يخلص المهمه، بس الحقيقه كانت اكتر من كده بكتير. الاب بص لنيكي بنظره كلها لوم وقال له يا ابني انا علمتك ان النصاب ملوش قلب وانت وقعت في الفخ المره التانيه. وفجاه الاب طلع المسدس بتاعه وضرب نيكي رصاصه في صدره وقعته على الارض غرقان في دمه وسط صريخ جس اللي قلب المكان. جريجة من الصدمه تراجع ورا، ما كانش متخيل ان الاب ممكن يقتل ابنه بدم بارد عشان خاطر الفلوس او السمعه. الاب بمنتهى الثبات لم الفلاشه والفلوس وقال لجريجة ابني غطس في الغميق زياده وكان لازم ارفعه من على وش الدنيا قبل ما يغرقنا معاه. جريجة صدق الفيلم وسمح للاب انه يخرج بالجثه ومعاهم جس اللي كانت منهاره، بس اللي جريجة ما كانش يعرفه ان دي كانت اكبر نصبه في تاريخ العائله كلها. الرصاصه ما كانتش حقيقيه، او بمعنى اصح كانت في مكان مدروس في الرئه يخلي نيكي يشر دم بس ما يموتش، ودي كانت حركه متفق عليها بين الاب وابنه عشان يهربوا من قبضه الملياردير. نيكي وهو بينزف في العربيه كان بيحاول يتنفس بالعافيه، وجس كانت ماسكه ايده ودموعها مش راضيه تقف. الاب كان سايق العربيه بمنتهى الهدوء وكانه راجع من مشوار تسوق، وبص في المرايه وقال لنيكي انت كده خلصت دينك يا بطل، والحياه اللي جايه ما فيهاش مكان للتركيز ولا للنصب. نيكي رغم الوجع ضحك ضحكه مكتومه وعرف ان ابوه رغم قسوته انقذ حياته وحياه البنت اللي بيحبها. بس الصدمه الحقيقيه كانت لسه جايه لما اكتشفوا ان الاب وهو خارج قش المصلحه الكبيره كلها لنفسه وساب لنيكي وجس الفك عشان يبداوا بيع حياتهم من اول وجديد. نيكي وجس لقوا نفسهم في الشارع وهم مفلسين بس معاهم الحريه. نيكي بص لجس وقال لها انا كنت فاكر ان انا المعلم بس طلعت تلميذ في مدرسه ابويا. جس ابتسمت ابتسامه خفيفه ومسحت دمه وقالت له المهم اننا طلعنا عايشين. وهنا نيكي بدا يشوف ان التركيز الحقيقي ما كانش في سرقه الساعات، كان في الحفاظ على الانسان اللي مستعد تاخد رصاصه معاه. ودلوقتي بقى في قصه حب اتولدت من قلب النصب والدم، وقرروا انهم يرموا الماضي ورا ظهرهم. نيكي وجس واقفين في عرض الطريق ومكان الرصاصه بيحرق وجيوبهم فاضيه، والملياردير جريجة اكيد زمان وعرف انه اتثبت وان الجثه اللي شافها كانت تمثيليه عليه. نيكي بص لابوه وهو بيختفي بالعربيه والفلوس واتاكد ان الشر ده وراثه وان الكبير دايما بياكل الصغير حتى لو كان ابنه. ونيكي ساند على جس وهم ماشيين في الشارع والنهار بدا يشقشق. نيكي بص في عيون جس وضحك ضحكه وجع
وقال لها شفت يا جس، نيكي اللي كان بيعلمك التركيز نسي يركز في اقرب الناس ليه. جس هنا ضحكت ضحكه خفيفه وطلعت من جيبها ساعه رولكس ب1,000,000 كانت سحبتها من ايد الملياردير اللي اسمه جاريجا وهو مشغول بتمثيليه الرصاصه والدم. نيكي برق عينه وضحك من قلبه وعرف ان التلميذه بقت هي الاستاذه وانها قدرت تعمل اللي هو فشل فيه وهي تحت ضغط المسدسات. جس بصت له وقالت له انا ما كنتش بركز في ايدك يا نيكي، انا كنت بركز في اللي انت بتعلمه لي. في اللحظه دي نيكي استوعب ان اللعبه الكبيره ما كانتش في الفلاشه ولا في التكنولوجيا بتاعت السباقات، اللعبه كانت انه يتحرر من عقده النصب اللي ورثها من عيلته. ونيكي وجس وصلوا للمينا ومعاهم الرولكس اللي هتفتح لهم باب حياه جديده. نيكي وهو باصص للبحر قرر يرمي التركيز القديم ورا ظهره ويركز بس في جس. الحكايه ما كانتش عن نصاب محترف، الحكايه كانت عن بني ادم تاه في الغميق ولما لقى الاشياء اللي تنجيه كانت هي البنت اللي كسر قلبها زمان. نيكي وجس ركبوا المركب والشر اللي في حياتهم بدأ يهدى ويختفي، بس هم عارفين ان العالم اللي سابوه مش هيسيبهم في حالهم، بس المرة دي هم اتنين مش واحد والقاعدة اتغيرت. اللي بيحب مش لازم يثبت وانه ممكن ينجو لو اللي بيحبه شبهه بالظبط. نيكي بص لجس وقال لها تفتكري هنبطل؟ جس ضحكت وهي بتبص لساعة الملاح اللي واقف جنبهم وقالت ما اظنش يا نيكي، الصنعة بقت في الدم. وكده يا وحوش قفلنا ملف اكبر نصبة في التاريخ بتاع الارجنتين وعرفنا ان النصاب مهما عيلة شأنه بيجي عليه اليوم اللي يتثبت فيه بنظرة عين. نيكي وجس اختفوا للابد وسابوا جاريجا يضرب اخماس في اسداس وسابوا ابو نيكي يفتخر انه طلع استاذ في المهنة. وسجلوا انا ابو طه وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك لو عجبكم الفيديو.